بسم الله. موضوع فيديو النهارده هو ازاي ان انا اغير الميوزك اللي طلع من السكانر اثناء السكاننج. تمام. فالفيديو ده ميزه تعتبر في السوفت وير بتاع السكانر، ان انا ممكن اغير للميوزك او النغمه اللي طالعه من السكانر، بحيث ان هو الدكتور ممكن يختار الموسيقى اللي هو محتاجها. تمام. بعمل الموضوع ده ازاي وانا فاتح السوفت وير بتاع الاي سكان؟ بعد ما عملت سجلت في الميدت ودخلت على الاي سكان، عندي على السيتنج بروح داخل على السيتنج هنا كليك شمال، وابتدي اخش على السكاننج اسيستنت. وبعد كده اخش على حاجه اسمها الساوند لايبراري. في الساوند لايبراري دي كده لما اجي اعمل عليها مانج هلاقي في السكاننج ساوند. فالسكاننج ساوند ده هلاقي الديفولت بتاعي معمول ان هو ميدت لوبنج، فده الميوزك اللي هي بتطلع والسكانر شغال زي ما انا سامعها دلوقتي كده. فلو عايز ان انا اغيرها دلوقتي بختار مثلا ميوزك تانية وببتدي انا اعمل ران كده. طب لو عايز اعمل اد حاجه مش موجوده خالص، بعمل اد من هنا كده وبختار الموسيقى اللي انا عايز اضيفها او الميوزك اللي انا عايز اضيفها. اهم حاجه بس ان الاكستنشن بتاعي يكون دوت ام بي 3 او دبليو اي في او دبليو ام اي، وبعمل لها اوبن وهتعمل لها ابلود على طول وتتحفظ على السوفت وير بتاع الميدت. يا رب يكون الموضوع بسيط ومفيد. كنت معاكم مهندس احمد سعيد من سلسله فيديوهات ميدت تيبس اند تريكس. بالتوفيق وشكرا لكم.